السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في القناة. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد التحلية أو حلا كيجي لذيذ بزاف، والأهم أنه ساهل وكيتحضر بسرعة. بالنسبة لهاد التحلية طريقتها كتشبه شوية التشيز كيك، ولكن هاد التحلية كتحضر بدون جبن وكذلك بدون بيض. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير، خليكم معايا لنهاية الفيديو. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات كنحتاجو إلى 300 غرام من بسكويت الشاي، كنطحنوه وكنزيدو عليه 100 غرام من الزبدة بحرارة الغرفة، كنفركوه مزيان حتى كيتجانسوا لينا مع بعض. نجيبو صينية أو قالب أو مول كيكون متوسط الحجم، وكنوضعو فيه الطبقة الأولى اللي هي البسكويت اللي خلطنا مع الزبدة بشكل متساوي. كنضغطو عليه بيدنا ومن بعد كتستعنوا بملعقة باش كيجيكم الشكل مسطح. بالنسبة للطبقة الأولى، إذا بغيتو ما تخلطوش البسكويت أو تمزجوه مع الزبدة، ممكن تستبدلوا الزبدة بالماء، وكذلك إذا ما بغيتوش بالماء ممكن تستبدلوها بالحليب، وكذلك ممكن تستبدلوها إذا عندكم القشطة ممكن تخلطوها بالقشطة. نحتفظوا بالطبقة الأولى على جنب ونمروا لتحضير الطبقة الثانية. كنحتاجوا ليها كأسين من الحليب المجفف، ربع كأس من السكر، إلى علبتين من الزبادي، زبادي طبيعي، علبتين من الزبادي الطبيعي، وإلى علبة من القشطة. بالنسبة للقشطة كتبقى اختيارية، إذا ما عندكمش متوفراش ممكن تستغنوا عليها. نمزجوا المكونات مع بعض جيدا حتى كتمتزج لينا. كنمزجوها مزيان 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 مزيان، يعني حتى ما كيبقاوش يبانوا لنا الكتل. اذا ما بغيتوش تستخدموا المضرب اليدوي ممكن تخلطوها في الخلاط الكهربائي. ومن بعد كنصبوا الخليط اللي خلطناه فوق الطبقة الأولى اللي حضرنا من قبل. كندخلوها للفرن كيكون مسبق التسخين، فقط كنشعلوا عليها الفرن من تحت حتى كتماسك لينا الطبقة الثانية. ونمروا لتحضير الطبقة الثالثة. بالنسبة للطبقة الثالثة كنحتاجوا إلى كوبين من الماء، نزيدوا عليها ظرف كريم كراميل، وكذلك ملعقة كبيرة من القهوة، وكنوضعوها على النار حتى كتغلي، ومن بعد ما كتغلي كنطفيو عليها النار.
وهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنخرجوا الصينيه من الفرن كنزيدوا عليها الخليط ديال الكريم كراميل مع النسكافيه، كنصبوه الفوق على الوجه، وكتدخلوها للثلاجة لمدة من 2 إلى 4 ساعات حتى كتجمد لينا الطبقة الثالثة. بعد مرور 4 ساعات تقريبا كنخرجوا التحلية. انا بالنسبة لي خليتها ليلة كاملة لانني عملتها بالليل حتى اليوم التالي. نزينوها مع بعض. بالنسبة لطريقة التزيين كتبقى اختيارية، وكذلك البنات حتى الطبقة الثالثة كتبقى اختيارية. ماشي ضروري تعملوا الكريم كراميل، ممكن تعملوا فلان او الفلون او لا اله الا الله او الجيلي، ممكن تعملوا طبقات الجيلي. كيبقى داكشي الطبقة الثالثة كتبقى اختيارية، ممكن تعملوا داكشي اللي كتفضلوا. انا زينتها بالفول السوداني اللي هو كاوكاو، هرشته وزينتها من الفوق. كذلك التزيين كيبقى اختياري، كتزينوها باش ما حبيتو. وكنقطعوها كيف ما كتشوفوا، غنقطعها معكم وغنوريكم كيفاش كيجي السمك ديالها. كما كتشوفوا البنات هذا هو شكلها. كتجي لذيذه بزاف وسهله، ما كتاخذش منكم بزاف الوقت، يعني خلال 10 دقائق كتحضر، كتصبح جاهزه. نتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم، واذا عجبكم فيديو اليوم ما تنسوش اللايك للفيديو، وكذلك شاركوا الوصفه مع اصدقائكم احبابكم. كنتمنى تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم. وإذا جربتوا الوصفة ممكن تشاركوا معايا التطبيق ديال الوصفة في تبعتوا لي في الانستغرام. هذا كان هو فيديو اليوم، وكانت هذه وصفة اليوم. إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وصلنا لنهاية الفيديو، إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.